والعربيه لاحظت فيه لاج بسيط. طب اللاج ده راجع لايه؟ برضو تقدر تقول ان هو راجع لوزن العربيه وزنها 1545 كيلو. مش قادر اقول لاج راجع لنقل الحركه، لان نقل الحركه من نواقل الحركه العاديه خالص، ولا هو بقى دي اس جي ولا دول كلاتش ولا مش عارف ولا سي في تي. يقول لك اصل الفتيس ده حلو قوي بس مشكلته عيبه كذا. لا، ده الفتيس اللي هو نقدر نقول الفتيس الكلاسيك اللي هو الطبيعي خالص العادي. ده الناس عمرها ما كانت بتشتكي من فتيس عادي وتقول اصل الفتيس ده بطيء الحركه بطيء الطلعه. لا 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 خالص، فتيس عادي. فلما تيجي اللاج ده ممكن يكون برضو ان وزن العربيه حجمها كبير قوي، وزنها تقيل. بس انت مش هتقدر تاخد من العربيه اداء رياضي، لكن اداء متزن. بعربيه عاليه وزنها تقيل بالحجم ده، فان انت تاخد منها اداء متزن ده شيء ممتاز، شيء جميل جدا. لكن مش اداء رياضي العربيه بقى تجري منك ومش عارف تعمل ايه وتطلع من العربيه إيه. لا، حتى موضوع ان انت تاخد بيها مناوره بالعربيه، لا كانت تقيله شويه، الدريكسيون تقيل شويه في ان انت تعمل بيه مناوره، مش خفيف يعني ممكن ما يردش معاك بسهوله. فما تحاولش تعمل بيها مثلا بالبلدي كده غرزه بالعربيه، لا ما ينفعش، بدي ما تنفعش. لكن لما حاولت اعمل بيها، لا العربيه تقيله وثابته على الارض. يعني انا حتى دخلت في نقطه الثبات دلوقتي. كنت لسه هاجلها شويه في الكلام، لكن فعلا لا العربيه ثابته جدا جدا في المناورات. ممكن يكون فيها بس بادي رول شويه في الملفات، لكن العربيه ثابته جدا في المناورات، برغم ان الدريكسيون بس فيه تقل شويه في ان انت تحاول تعمل مناوره وترد تاني. لا الدريكسيون تقيل، مش هيرد معاك بسرعه، تحس ان فيه تقل شويه. لكن ان انت زي ما بقول لك كده ان انت تاخد منها اداء رياضي، لا ما تتوقعهاش، بس الاداء متزن، وده شيء يحسب للعربيه بوزنها وحجمها ده. طبعا انت بقى يعني هو برضو المصنع ليه وجهه نظر في ان هو يبقى الدركسيون تقيل في عربيه عاليه، عشان لما تاخد غرزه بالمنظر ده ما العربيات العاليه مش بتاعت الكلام ده، يعني مش بتاعت المناورات ولا الغرز ولا الكلام ده. الحاجه الثانيه بس الثبات طبعا في العربيه برضو راجع لايه؟ ان العربيه فيها اولا التعليق الامامي ماكفرسون، والتعليق الخلفي مالتي لينك ده بصراحه يعني انت بتتكلم في تعليق بيدي ثبات واتزان للعربيه وراحه. يعني انت كمان اللي قاعد في المقصوره الخلفيه ما بيحسش بالمطبات زي مثلا العفشه مثلا تورشن بيم، يحس بقى بالنشوفيه والدبدبه والكلام ده كله. بس ساعات الدبدبه بيكون راجع برضو للجنوط. بس انا برضو الجنوط لما تتظبط كويس، الهواء بتاعها يتظبط كويس، ممكن ما تحسش بالدبدبه. يعني بيبقى فيه دايما على قايم الباب كده المصنع كاتب لك ان العربيه مثلا الهواء فيها قد ايه، نسبه الهواء في الكاوتش قد ايه. فانت لو التزمت بدي ممكن ما تحسش بدبدبه في بعض العربيات اللي هي ايه اللي الناس بتشتكي منها من موضوع الدبدبه. لكن نرجع لموضوعنا الاول، العربيه اللي معانا. لا فعلا العربيه متزنه، متزنه كاداء. مش هقول لك طبعا زي ما رجعنا تاني ونقول مش اداء رياضي، بس ادائها متزن. العفشه بتاعتها متزنه بين البنين، يعني هي ولا ناشفه قوي ولا طريه قوي، لا تحس فعلا متزنه. حتى لما جيت تاخد مطب بيها كده ما فيش مطب، مش حاسس بمشكله المطب قوي، او المطب عامل مشكله سواء للي راكبين او للقائد العربيه. لا مريحه متزنه. عارف انت الطبخه المظبوطه هي بالظبط كده معموله طبخه مظبوطه. برضو الحاجه اللي انا لاحظتها ان العربيه اثناء السرعات الثابته بقى، يعني ماشي على 60 70 80، لا العربيه تجمعها كويس في السرعات دي مفيش. وحتى يعني زي ما قلت لك حتى في الطلعه الاولى بس كانت لاج خفيف قوي يعني عشان وزن العربيه. لكن في التجميع بقى العربيات في السرعات اللي هي العاليه بتاعتها او السرعات الثابته بقى اللي فوق ال 50 60، لا العربيه بتجمع كويس مش وحش. لو جينا بقى لنظام التوجيه، لا ان العربيه في نظام التوجيه مش بطاله، بس هي مش هقول لك مش بطيء، هو تقيل. لكن يعني استجابته تحس انها تقيله شويه، مش بطيئه. انا يعني اكيد الناس اللي هتسوق هتبقى فاهمه العربيه قوي. يعني الاستجابه تقيله، لكن هو مظبوط، يعني التوجيه مظبوط، ما بيديش اي نسبه خطا في التوجيه. او في عربيات بتدي نسبه خطا، لكن هو بطيء تقيل شويه،
تقيل. ده اللي تقدر تقول عليه.